السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ انا طبعا لو كان واحد قاعد يحلف لي مثلا 3 ايام ان انا هنزل فيديو بعديه على طول ما كنتش اصدقه طبعا، لان دي حاجه يعني انت ممكن بقى تبتدي تخاف، فاهم؟ ان انا نزلت فيديوهين ورا بعض فتبتدي بقى ان انت تخاف، لازم تخاف عشان دي حاجه مش طبيعيه، دي حاجه انا مش عارف دي حاجه ايه الصراحه. بس المهم يا شباب، استنى اقلع النضاره بس عشان نحس ان احنا ايه، في اي كونتاكت بينا. اخر فتره لاحظت الناس كلها مش قادره تثق في بعض، يعني مفيش اي حد بقى قادر يثق في التاني. الثقه بقت منعدمه في المجتمع بتاعنا، يعني الناس كلها بقى عندها تراست ايشوز، مش قادر ان هو يثق في حد، حاسس الناس كلها كدابه، حاسس الناس كلها مش قد الكلمه اللي هي بتقولها. فبدات ادور في الموضوع، هو ليه كلنا مش قادرين نثق في حد؟ يعني ليه؟ يعني مش واحد مثلا، لا انت لو اي حد جيت كلمته لازم الاول تخليه يثق فيك عشان هو يبقى صاحبك. انت متخيل ان انت لازم تحاول ان هو يثق فيك وتقعد تجاهد وبتاع عشان يثق فيك وبتاع، وفي الاخر تبقى مش قد الثقه. بس انا اقول لكم ليه مفيش حد فينا قد الثقه. الوعد، مش عارف ايه مفهوم الوعد عند الناس، بس مفهوم الوعد بالنسبه لي، الوعد هو كلمه او جمله انت بتقولها وبتنفذها سيف على رقبتك مهما حصل. بمعنى اصح، انت لو وعدت حد فانت خلاص اتدبست فيه. فانتوا فهمتوا كده مبدأ الوعد، فهمتوا معنى الوعد. وكالعاده اعتقد انكم اتعودتوا، يعني عندنا هنا في مصر بنجيب المفهوم ونمرمغه في التراب، بنهين المفهوم كده، نمسك المفهوم نهين ما يمكن امه ونعيد استخدامه ونعمل له ريسايكل كده، نستخدمه اصلا في حاجه عكس اللي هو اصلا معمول عشانها. ببساطه لاننا وانا حطيت نفسي معاكم لان انا بعمل القرف اللي انا هقوله ده، بقينا نستعمل الوعد كانه مثلا مخدر. يعني بنستعمل الوعد اكنه مسكن بدل البنادول وبدل الكوتيفان والحاجات دي. بقى لا، بقى هوعدك يا باشا وهعشمك وهفشخك في افكارك. يعني مثلا في كتير قوي وعود اديناها وكتير قوي وعود خدناها وعدى عليها سنين وما تنفذتش ونسيناها واتدفنت وما رحناش حتى العزا بتاعها، نسينا نروح العزا بتاعها. وحقيقي من الوعود اللي وانا بكتب الحلقه دي جت في بالي الوعد اللي مش قادر انساه، لان انا بنيت احلام كتير قوي على الوعد ده. يعني بقيت بقى قاعد بفكر انا هعمل ايه. ابويا وعدني في يوم من الايام، يا حاج لو بتشوف الفيديو ده فخليك فاكر ان انت وعدتني وخلفت بوعدك مرتين مش مره. فوعدني ان هو لما ادخل ثانوي عام هيجيب لي ايفون. ايفون، اوه ماي جاد. انا قلت بس يا باشا الايفون ده هطلع اعمل دويتو مع شريف خالد، فاهم؟ هطلع اكسر التيك توك بمعنى اصح، لان اي حد كان معاه ايفون الايام دي كان بيتشير على تيك توك. وقتي انت معاك ايفون رخصه دخولك للشهره عشان انت مشهور دلوقتي. وبعدين قلت بقى هذل صحابي وبتاع فبقى بنيت احلامي كلها على الايفون اللي جاي ده. فللاسف كالعاده دخلت ثانوي واجتهدت وعافرت فشخ عشان ادخل ثانوي عام، ودخلت ثانوي عام طبعا كان وعد كذاب. وازاي نبص لروحنا جوا مراياتنا. دخلت بقى ثانوي عام زي الشاطر وقلت له يا باشا فين الايفون؟ قال لي يا عم ايفون ايه؟ ايفون ايه يا راجل؟ انت هتكلمني في ايفون وشويه حاجات فيستك؟ انت تخش الكليه وتاخد العربيه كل يوم تروح بيها الكليه. واو، انا لسه مخدوع، بس انا لا هتخدع تاني لان انا ما عنديش لان انا عبيط. يعني دي حاجه بتعرفك ان انت انسان متخلف وبتصدق مرتين وثلاثه واربعه. طبعا اي حد بيدخل الكليه بعربيه او ماي جاد ده الشاب الروش، ده اجدع واحد في الكليه، ده اللي هيركب حريم، وده اللي اغاني بقى. وبص عشت احلام ما عشتهاش طول حياتي. حاليا انا بتخرج من الكليه لا امتلك باتيناج ولا سكيت بورد ولا عجله، يعني انا لا امتلك اي حاجه فيها حاجه بتلف ان انا امشي عليها، بمشي على رجلي، جاست رجلي. وكويس ان انا معايا كوتش امشي بيه. انا اتهنت في الميكروباصات. في الاخر يجي يقول لك انت ما بتثقش في حد ليه؟ ده اهلي، ناسي واهلي واهل بيتي، انا مش قادر ان انثق فيهم بسبب اللي عملوه فيا. وازاي نبص لروحنا جوا مراياتنا. في بقى وعد، يعني ده رسمي حصل مع كل الناس في الحياة. اي حد حصل معاه اما تعمل مصيبة وامك السيدة المبجلة المحترمة اللي المفروض كلمتها واحدة لان هي ست عاقلة وعارفة ان هي بتربي عيال، تقول لك قول لي اللي حصل، قول الصراحة وانا مش هعمل لك حاجة. وعد. فانت بتاخد الوعد من هنا، ده الوعد اللي تاخده وتلف بس خد الوعد ده وانت سيد. طبعا كلنا عارفين ايه اللي بيحصل بعد كده. اول بس ما تفتح برضه لا ده انا تعالى يا ابني وازاي نبص لروحنا جوا مراياتنا. وفي الاخر يجي يقول لك احنا ليه جيل مشوه نفسيا. اهو دي
ايزي. احنا هقول لكم بقى، يعني انا كل حلقه اجيب لكم مرض، واحنا ليه اصلا مرضى بالمرض ده؟ احنا ليه كلنا عندنا انعدام ثقه في الناس وانعدام الامان ده؟ يعني بص اهل بيتك بيعملوا فيك ايه؟ يعني انت من كتر ما انت بقيت تاخد وعود كدابه وخلاص الموضوع بقى بالنسبه لك ايزي، فبقيت انت كمان تدي وعود كدابه وتوعد الناس بحاجات عمرك ما هتعملها ولا هتنفذها. زي ايه؟ زي مثلا انت داخل محل هدوم او اي محل بتتفرج على حاجه موبايل او حاجه، تقول له هاخد لفه وارجع لك. ليه تعشم الراجل؟ الحاجه ما عجبتكش قول له يا باشا انا مش عايز الحاجه دي، انا مش عايزها. انما ليه تعشمه واخد لفه وارجع لك؟ والراجل يقول ده 200 جنيه ده خلاص في جيبي، ويعدي يوم واثنين وثلاثه وانت رحت وعشت حياتك، وممكن الراجل يفضل قاعد مستنيك وما قفلش ولا روح ولا كل ولا نام وقاعد مستنيك، هيموت عشان انت عشمته يا كلب يا خسيس. انا بعمل كده كمان. بس المشكله ان الناس برضه عارفه ان الوعود دي كلها كدابه، بس ماشيين بمبدا هنعمل ايه؟ يعني خلاص هو قال لي هياخد لفه ويرجع لي، هعمل ايه يعني؟ اضربه مش يضربه. وازاي نبص لروحنا جوا مراياتنا. برضه في وعد كمان، الوعد اللي انت اديته للبت اللي انت عرفتها في اعدادي، قلت لها هنفضل مع بعض حتى تفنى العوالم وتحترق النجوم. ايه نسيتها انت؟ طبعا انت نسيتها وانا فكرتك بيها. احزن بقى وعيط، يلا عيط عشان بعد كده ما توعدش حد وتبقى عارف قيمه الوعد. وبرضه الموضوع انتشر فشخ لدرجه ان في ناس بقينا ولا نعرفهم ولا يعرفونا، ورغم ذلك بيوعدونا. يعني انت ما تعرفوش ولا هو يعرفك ولا عمرك هتشوفه ولا عمره هيشوفك، ورغم كده يديك وعد، يقول لك يديك وعد وما يعملش بيه. زي مثلا انت بتتفرج على فيديو على تيك توك مثلا ويقول لك فولو عشان انزل بارت 2. بقالي سنه ونص مستني بارت 2 من مسلسل حكايه البنات، هو فيلم، فانا كنت مستني بارت 2 وما جاش بارت 2. وعد قناه حبيشه، قناه بتوعدني ليه؟ قناه حبيشه يقول لك سنعود بعد قليل. انا قاعد من 2007 قدام التلفزيون مستني الاعلانات تخلص عشان اتفرج على بقيه فيلم ملاك اسكندريه من 2007 وانا قاعد منتظر معتكف. انا قاعد هنا يا باشا مش ماشي. قال لك سنعود بعد قليل. انتوا القليل ده بالنسبه لكم قد ايه؟ ربع قرن، 25 سنه. وقناه حبيشه تديني وعد ليه؟ قناه حبيشه. وازاي نبص لروحنا جوا مراياتنا. فطبعا دي حاجات بسيطه انا قلت لكم عليها عشان تعرفوا ليه احنا متدشملين نفسيا ومدمرين. وحاول لو انت اب ما توعدش ابنك وعد كذاب. وما اعتقدش ان دي حاجه ممكن تحصل، لان احنا خلاص المرض انتشر وخلاص مفيش منه علاج. بس انا حبيت اعرفكم احنا ليه كده، احنا ليه متدمرين نفسيا. بس كده يا شباب الحلقه تكون خلصت، الحلقه خلصت طبعا، وبس كده. مش عايز حد يزعجني ولا يقول لي نزل لي محتوى ولا حاجه، وانا بوعدكم ان انا هنزل محتوى بانتظام. بس يلا يا شباب السلام عليكم. طبعا انت مش محتاج، خلاص انت عارف ان الوعود دي كلها كدابه. اوعى تصدقني، ده الوعد اللي عمره ما هيتحقق. لو الوعود كلها اتصلحت ان انا اوعدك ان انا انتظم وابطل ده مش هيحصل. فاكن مش هيحصل. يلا باي.